السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة دائما مع الوصفات السهلة السريعة والاقتصادية. اليوم جبت لكم طبق رئيسي لطاولة شهر رمضان الكريم 2026. بما انه راكم مع حلويات العيد راني درت لكم هذا الطبق به ما تقعدوش غير تخموا شغادي ديروا. هنايا حبيباتي هذا العشاء راح يكون عشاء سهل سريع كذلك اقتصادي وديريه في وقفه غير بزوج حبات بطاطا. هنايا جبت البطاطا تاعي نقيتها غسلتها وقطعتها كيما راكم تشوفوا كيما نقلوا البطاطا. درت لها وحده قطعه تاع جامبو كيما تقدروا تستغناو عليها وديروا ملعقه صغيره تاع الملح. هنا راح ندير كميه تاع توابل اللحم. اللي ما عندهاش تقدر تدير توابل الشاورما ولا تقدر تدير راس الحانوت. هنايا زدت لهم كميه تاع فلفل اسود. راح نزيد لها عبر ملعقه كبيره تاع الزيت. هنا الزيت هذه اللي راهي في الكاس تاع البطاطا المقليه وراح نخلط بيدي كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. هنا في هذه المرحله قبل ما نبدا الطبق تاعي شعلت الفرن على درجه حراره 200 درجه وخليته سخن لغايه. جبت هذه السنيوه حطيت عليها ورقه زبده. انا هنايا ما لقيتش المقص لذلك درتها غير هكاك. راح نحط البطاطا تاعي ونمشيها كيما راكم تشوفوا باه تطيب لي بالخف. لازم نخلوها غير نص طياب غير عبر ما يدخلها الطياب برك البنات. راح نحطها في الفرن وراح نفس البول ولا نفس الإناء اللي استعملت فيه البطاطا ودرت لها التوابل راح نكمل باقي المكونات. هنا جبت حبة تاع بصل متوسطة الحجم كما راكم تشوفوا راني نقطع فيها عشوائي بهذا الطريقة. راح نخلطها في هذوك التوابل منش راح نزيد لها توابل البنات. راح نحطها في قدرة ولا مرميطة ولا مقلة بهذا الشكل. وراح نزيد لها كمية تاع الزيت عبر ملعقة كبيرة فقط تاع الزيت ما نكثروش لانه الدم راح يسبب لنا امراض كثيرة. حطيتها فوق الفرن نقصت لها للنار وخلطت كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة وزدت لها كمية تاع الثوم عبر سنة كبيرة واللي ما عندهمش كبيرة يديروا زوج سنات تاع الثوم ولا زوج حبات تاع الثوم. هنا زدت لها ربع برك ربع تاع صدر تاع الدجاج البنات ما كثرتش. اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه ماشي شرط نطيبه باللحوم. راح نزيد لها توابل اللي هي فلفل عكري فلفل اسود فتاتة تاع الملح كما راكم تشوفوا وشويه تاع راس الحانوت. وعندي توابل الكراتان اللي ضفتها نص ملعقه. هنا بعد ما تقلاو لي كامل نزيد عليها ملعقه صغيره تاع طماطم مصبره وراح نخلطو. لازم نخلو المكونات تاعنا ولا البصل والدجاج هذاك يتقلاو لي غايه مع التوابل. بعدها نضيف ملعقه صغيره ولا ملعقه كبيره تاع الجبن هذا تاع البيدون راح يعطيها واحد النكهه واحد البنه من اروع ما يكون كما تقدروا تستغنوا عليه. راح نخلط بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. راح نضيف لها عبر نص كاس تاع الماء. هنا راني منقصه للفرن البنات ما نخلوهاش تنشف لنا بزاف. شوفوا هنا التوابل تاع الكراتان راه شوفوا راه كلش يجي واجد توابل الكراتان السوفلي يعني كل حاجه تحوسي عليها تلقايها واجده. هنايا هذو مسحوق الثوم من اروع ما جربت هذا التوابل البنات. ومن الأحسن تشروهم هكا مبلعين خير من هذوك المفتوحين تلقاو فيهم الغبار البنة راحت لهم الريحة راحت لهم كل شيء. هنا غادي نجيب المول الاسطوري وانتم تستخدموا المول اللي عندكم. هنا خدمت لاصوص بيشاميل كما تقدروا تستغنوا عليها. دائما نسهلها لكم البنات وتجيكم البنة كما يقولوا هايله. لاصوص بيشاميل درت فيها ملعقه كبيره تاع الزبده ملعقه كبيره تاع الفرينه ضفت لها الحليب بشويه ضفت لها ملعقه تاع الجبن وضفت لها فلفل اسود. واذا عندكم هذاك جوز الطيب
ديروا شويه، ما تكثروش بزاف من جوز الطيب، انا ما درتهاش. كيما راكم تشوفوا درت الطبقه الاولى صوص بيشاميل، بعدها جبت هذيك البطاطا اللي طابت لي نص طياب، مشيتها كامل درتها كطبقة ثانية. بعدها نجيب هذيك البصل والدجاج تاعي اللي درتهم راح نديرهم كطبقة ثالثة. كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة، صدقوني تجربوا هذا الطبق بهذه الطريقة راح يجيكم واحد البنة روعة. شوفوا هنايا بقات لي كمية تاع البطاطا درتها كطبقة رابعة، وراح نكملها بهذيك لاصوص اللي خدمتها تاع الدجاج. لازم نمشو كامل الدجاج تاعنا. هنا البنات على خليت لاصوص فيها باسكو كاين اللي دير البطاطا تاعها هكاك خضراء، وكاين اللي ما طيبلهاش كي ديرها ناشفه. على ذيك درت شويه لاصوص باه نتاكد بلي البطاطا تاعي طيب لي. هنا زدت كميه تاع لاصوص بيشاميل درتها من الفوق باه يجينا الطبقه تاعنا حميمر وشباب. وراح نزيد كميه تاع فرماج رابي. بهذه الطريقة راح نمشي كامل هذا الفرماج تاعي فوق الطبق ولا في المول الأسطوري. بعدها ندخلها للفرن اللي كنت مشعلته على درجة حرارة 200 درجة، عبر ما يذوب لي هذاك الفرماج تاعي ونحيه ونتلقاو مع الوصفة تاعنا واجدة. هنا خواتاتي العزيزات طبقنا لنهار اليوم لاكارات بالبطاطا، من اروع الوصفات اللي راح تجربيهم، واحد البنه روعه خواتاتي. هنا برك الفرماج تاعي ما ذابليش باسكو مش من النوعيه المليحه، لانه الزوج هو اللي شراه لي. والو مشي مليح البنات، عليكم وعلى الشيطان. هذا هو طبقنا لنهار اليوم، والصحه فطوركم.